أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. ربي وربك الله، هلال خير ورشد. بهذه الكلمات المباركة استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الشهر العظيم الذي اشتاقت له النفوس، وكنا نتحدث عنه كثيرا في الأيام الماضية وفي الأسابيع القليلة الماضية، بل وشهر رمضان لا يبتعد عن خاطر أهل الإيمان، كيف وهم يقرؤون قول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ويقرؤون قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ويسمعون قول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ويسمعون قول الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فلذلك لا يبتعد عن ذهن المؤمن تذكر شهر رمضان ببركاته ونفحاته طوال العام. فكان السلف الصالح يستقبلون شهر رمضان كاستقبال العقيم للولد، وكالظمآن العطش للماء الزلال، وهم بذلك يعبرون عن تعظيمهم لشعائر الله ولحرمات الله تعالى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعيش بإذن الله تعالى ونحن ندخل في هذه اللحظات في شهر رمضان المبارك، لأن اليوم كما تعلمون يبدأ مع غروب الشمس، فنحن نعيش في نفحات شهر رمضان المبارك، ونتذكر معا بعض فضائل هذا الشهر وعظيم ما أعده الله تعالى للصائمين. وأذكركم في لقاء اليوم بغايات الصيام التي أشارت إليها الآيات الكريمة. كل عمل يعمله المكلف خاضع للمنظومة المتكاملة، وهي منظومة التكليف بالأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ما هي هذه الأمانة؟ الأمانة هي التكاليف الشرعية. ما هي التكاليف الشرعية؟ افعل ولا تفعل، كن في هذا المكان ولا تكن في هذا المكان، افعل هذا الفعل ولا تفعل هذا الفعل، اقترب من هذا المكان وابتعد عن هذا المكان. هذه هي الأمانة بمفهومها الشامل. وكل عبادة ستوصلك بإذن الله تعالى إلى الغاية العظمى، وهي غاية التقوى. وما معنى التقوى؟ هي اتقاء سخط الله تعالى بفعل الأوامر واجتناب النواهي. ولكن كعادتنا في أول يوم نذكر بالغايات العظيمة التي ورد النص عليها في آيات الصيام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الغاية العظمى الأولى من غايات الصيام أن نصل جميعا إلى التقوى، والتقوى تشمل فعل كل أمر محمود وترك كل فعل مذموم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. إذن الغاية الثانية أن نصل إلى الشكر. وقال الله تعالى بعد ذلك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذن البوصلة التي تنظم لنا حركتنا خلال الأيام القادمة هي هذه الغايات الثلاث العظمى. أي أمر يوصلك إلى التقوى فأنت مطالب به، أي أمر يبعدك عن التقوى فأنت مطالب بأن تبتعد عنه، أي أمر يوصلك إلى الشكر
سواء كان شكر نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الإرشاد، وهذا سنتحدث عنه بإذن الله عز وجل في لقاءات قادمة. هذا مطالب به، وكل ما يبعدك عن تذكر نعم الله عز وجل فابتعد عنه. كل ما يوصلك إلى الرشاد الحقيقي فأنت مطالب به، وكل ما يبعدك عن الرشاد فابتعد عنه. نسميها البوصلة الرمضانية. سيكون حالنا كحال ذلك الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فعلمني أمر أتشبث به، خبرني شيء أتمسك به مع كثرة الأعمال. يكون حالك حال كما يقول ذلك في المثل: تكاثرت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيد. يحضر درس هنا يكلموا عن ختمة القرآن الكريم، يحضر درس من هنا يكلموا عن الإنفاق، هذا يكلموا عن العمل التطوعي. كل هذه تخدم غاية نصل إليها جميعا، وهي هذه الغايات العظمى. فماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وكأن حقيقة العمل أنك في حالة جفاف، فأنت بحاجة إلى أن ترطب هذا اللسان بالذكر، والقرآن ذكر، والدعاء ذكر، والنصيحة ذكر، وتذكير الناس ذكر. كل هذه الأشياء داخلة في الذكر الذي نطالب به، ولا بد أن نحافظ عليه وأن نتمسك به. وهنا نصيحة، بما أننا في الأيام الأولى من شهر رمضان ونحن نعيش النفحات الأولى، أيها الإخوة، عندما تأتون العبادة ابتعدوا عن إشكالية يقع فيها كثير من الناس، أنهم يتصوروا بأن العبادات وعلى رأسها الصوم، الله عز وجل يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فهذا هو ركن من أركان الإسلام. بعض الناس يضيع على نفسه فضائل شهر رمضان أو الإقبال على العبادة والطاعة باستثقال العبادة، يشعر بأن هذه العبادة صعبة عليه، فيها مشقة عظيمة. أيها الإخوة، كما يقول الطنطاوي: سئل عن أعظم حكمة قرأها خلال 70 عاما، قال: تعب الطاعة يذهب ويبقى الثواب، ولذة المعصية والغفلة تذهب ويبقى العقاب، الحسرة والعقاب. مهما تعبت، اللذة التي تجدها في نهاية صومك الرمضاني، في نهاية يومك الرمضاني، ستمسح عنك كل التعب. المشقة التي تجدها من مكابرة يعني تصبير النفس ومجاهدة النفس على انتظار الصلاة، صلاة التراويح، إلى أن ينصرف الإمام، هذه المشقة ستذهب إن شاء الله تعالى. ما أقول لكم مشقة يعني تقولوا لي بيطول الإمام، لا، ما بالضرورة. نحن معنا طلاب وطالبات، وهذه كلها ظروف تراعى. فتان أنت يا معاذ، نحن اقرأ من نحو والشمس وضحاها كما جاء في الحديث، لا بأس. لكن أقول بأن مع مرور الأيام قد يشعر الإنسان بنوع من الثقل، فلا بد أن يعالج نفسه بأن يستشعر جمالية العبادة. الدكتور فريد الأنصاري ألف كتاب رائع اسمه جمالية الدين بين الروح والقلب، يتكلم عن مقاصد العقيدة: لذة الإيمان باليوم الآخر، لذة الإيمان بالله، لذة الإيمان بالصوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. إيمانا تصديقا، خلاص واضح بالنسبة للجميع. طيب، ما معنى الاحتساب؟ الاحتساب طلبا لعظيم الثواب الذي وفره الله تعالى لعباده في شهر رمضان. نحن في شهر فيه بركات، فيه خيرات، لا بد أن ندفع بعضنا البعض، كل شخص يعين إخوانه. ولعل من أفضل المكاسب التي نكسبها جميعا في شهر رمضان توفر البيئة المعينة على الذكر وعلى الدعاء وعلى الصلاة وعلى الإنفاق. فكما يقول ابن خلدون: البقاع لها أثر على الطباع. أنت تدخل المسجد ما شاء الله بعد صلاة الظهر، ما كان تشوف أول مرة تشوف حياتك بعد صلاة الظهر ناس يجلسوا ماسكين مصحف، بتشوفوا هذا المشهد: بسم الله الرحمن الرحيم، أحسن أخلص ختمتي، خلص جدولي. هذا معين لك. تحضر درس علم، ما شاء الله، هذا الدرس، هذا المجلس يبين لك شيء كنت لم تنتبه له. في الإذاعة ما شاء الله، برامج الإذاعية والتلفزيونية، كل شيء يعينك. إذا كان ابن خلدون يقول البقاع لها أثر على الطباع، ما معنى البيئة الطيبة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولخلوف فم الصائم أحب إلى الله من إيش؟ المسك.
يعني أنت تتصور بأن العطر والعود والورد أحسن إذا كان على عاصي؟ ما أحسن. لكن الصائم هو لا، ما يعني تقولون من بكرة نبدأ الرائحة الكريهة، مشروع الرائحة الكريهة، لا، هذا كلام ما صحيح. أنت الخلوف هو الذي يندفع من غير إرادة منك، أنت تستاك وأنت تهيئ نفسك أن لا تخرج منك رائحة، ولكن نتيجة عدم دخول الطعام إلى الجوف قد تخرج منك رائحة كريهة. هذه الرائحة الكريهة لأنها في سبيل الله ولأنك تمتثل أمر الله هي أطيب عند الله من ريح المسك. ولو تأملتم في النصوص الشرعية ستجدوا بأنها ستخصص بابا اسمه باب الجهاد، باب اسمه باب الصلاة، بابا. انظروا في النصوص الشرعية في السنة النبوية ستجدون هنالك أبواب مخصصة، باب الجهاد، باب الإنفاق، باب. لكن الصوم خصص له أي باب؟ أي باب؟ يقال له الريان. حتى في الباب هناك خصوصية للصائمين، ستجدون باب القيام، باب الإنفاق، باب كذا تدخل به الجنة. لكن باب الصيام لا، له فضيلة خاصة وله تعظيم خاص. على كل حال، لأن الوقت ضيق لابد أن ننبه التنبيه الأخير. هذا الصوت يصل إلى النساء. طبعا إن شاء الله ستكون هنالك دروس متواصلة على حسب الاستطاعة والقدرة والإمكان، كما كان رسول الله يتخول أصحابه بالموعظة والنصيحة. لكن أنبه إلى هذا التنبيه، تنبيهات سريعة بإذن الله عز وجل. بالنسبة للنساء في مصلى الطالبات، المصلى يتسع حوالي 500 مصلية، وبحمد الله تقبل النساء والطالبات على مصلى الطالبات ويكون هنالك زحام شديد. ننبه إلى مسألة متعلقة بالجانب الفقهي: انفصال المصلى، وجود فاصل كبير بين المسجد، مسجد الرجال، ومصلى الطالبات، وجود فاصل كبير. القول المفتى به لمسجد الجامعة إلى الآن بأن المرأة لا ترتبط في الفرائض بالإمام. ما فهمنا. جاءت طالبة تريد تصلي صلاة التراويح، أول ما تدخل المسجد إما أن تصلي تحية المسجد وتجلس، ثم تصلي مع الجماعة لأن الصوت يصل. واحد يقول ليش تخلوا الصوت، مكبرات الصوت تعمل؟ سأخبركم لماذا. ثم تصلي معنا نافلة. بعد أن يسلم الإمام الفريضة تقوم وتصلي فرضها. إذا كانت مسافرة تصلي ركعتين، وإذا كانت مقيمة تصلي 4 ركعات. طيب، طالبة تأتي إلى المسجد مبكرا، تأتي بعد الأذان مباشرة، أرادت أن تصلي العشاء، تصلي العشاء بنفسها، ثم بعد ذلك تصلي معنا نافلة. هل هناك إشكال في أن تلتحق بنا وتصلي تأتم بإمام الرجال بالنسبة للمسجد في النوافل؟ لا إشكال، تراويح تصلي معنا. أظن بأن المسألة واضحة، والنساء لا بد أن تنتبهن إلى هذه المسألة. طيب، السؤال: لماذا لا نغلق مكبرات الصوت مثل ما كنا نفعل منذ زمن بعيد؟ لوجود من يرى بأن الفاصل مع وصول الصوت لا يمنع من الائتمام بالإمام. جاءتنا مجموعة من النساء بارك الله فيهن وزادهن الله حرصا، سألن مجموعة من العلماء، وهذه مسألة رأي، فجاءهن الجواب بأنه لا مانع مع وجود هذا الفاصل. فجاءني إلينا، سألنا المشايخ أهل الإفتاء، فقيل لنا لا بأس أن تتركوا مكبرات الصوت مفتوحة مع وجود هذا التنبيه. ما نقدر ننبه كل يوم، المكبرات الصوت ستكون تعمل، والتنبيه هذا وصل للجميع. هذا تنبيه إن شاء الله تعالى يعني من باب التنبيه والتذكير على المسألة الفقهية التي لطالما نبهنا عليها. هذا بالنسبة لهذه المسألة. هناك مسألة ثانية دائما ما يحصل فيها جدل، مسألة إحضار الأطفال سواء لمصلى الطالبات أو للمسجد. أولا لا بد أن نعلم بأننا كلنا نريد أن يتعود أبناءنا على الخير، ولكن لا يكون ذلك على حساب المصلين، مما يعني أننا نريد من الجميع قبل أن يحضر ابنه إلى المسجد أن يعلمه هذه الآداب، ونطلب من مرتادي المسجد ونطلب من أنفسنا أن نوسع صدورنا إلى أكبر قدر ممكن من مساحة العذر. فهؤلاء أطفال. النساء تكرما ما تشتغلن، الأطفال موجودين وتشتغلن على الأولاد، ونسمع ما شاء الله ملعب كرة قدم،
حتى الإمام بعض الأحيان حسب حد جالس يرد عليه. هذه المشاهد تتكرر، ننبه عليها الآن من باب التعاون على البر والتقوى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أنفاسنا في شهر رمضان المبارك، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يوفقنا وإياكم لسديد القول وصالح العمل. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأحسنتم وبارك الله فيكم.